السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أخواتي، كيفاش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة من وصفاتي السهلة والاقتصادية، حلوى بزاف هايلة. ماشي حلوى يعني حلويات اللي نشربوا بهم قهوة ولا أتاي، ولكن حلويات اللي يحبوهم الأطفال يحبوهم الكبار. حلوى كذا باكستانية تذوب في الفم، تجي بزاف بنينة بمكونات موجودة في كل منزل. تبعوا معايا الوصفة خياتي وجربوها، وعلى بالي حتعجبكم وتعجب كامل الأطفال عندكم، لأنه مكوناتها موجودة في كل منزل وتجيب بزاف بنينة. كما كنتم تلاحظوا في كسرولة ولا مقلاة درت فيها نصف كيلة، يعني عبروا بالكيلة اللي كانت عندكم. إذا حبيتوا ديروا كيلة كبير ولا كيلة صغير، أنا عبرت غير بالفنجال. درت نصف نتاع الفنجال، استعملت نصف فنجال مارغرين، ضفت معه 4 فناجيل حليب لحظة أو حليب بودرة، حليب غبرة. درتو مع هذيك الزبدة وبقى هكذايا نحرك فيه حتى يدخل كامل هذاك الحليب غبرة أو الحليب بودرة في هذيك الزبدة. ولا حبيتوا خياتي تكبروا يعني تعبروا بالكوب، عبروا بالكوب. يعني شفتوا هذه الكمية شحال راح تعطي لكم. ولا حبيتوا يعني تكون عندكم كمية أكبر، انتم على كل حال جربوها، ديروا كمية صغيرة بعد كي تعجبكم عاودوها. وهي وصفة هايلة ومشهورة بزاف بزاف، يعني في الهند وفي باكستان تجي بزاف بنينة. بقينا هكذايا نبسوا فيها حتى دخلت فيها كامل هذيك الزبدة في ذيك الحليب بودرة. ضفت معها ملعقة صغيرة فانيلا، ونبقى دائما كما لاحظتوا خياتي على نار ناقصة، يعني نار قليلة. تكون نار قليلة بزاف يعني خياتي، مديروهاش قوية لأنه راح يتحرق لكم الحليب. ونبقاو هكذا نقلبوا فيه حتى يتبدل اللون تاعو شوية. انا قطعت له التصوير وبعد عاودت رجعت معكم. شوفوا خياتي كيفاش تبدل اللون تاع الحليب تاعنا، ما نخلوش حتى يتكرمل يعني حتى يحمر بزاف، لانه حيتبدل اللون تاعها. لانه راح يتبدل اللون تاعها، يعني نخلو اللون تاعها يتبدل شويه باش تروح منها رائحه الحليب. من بعد نضيف لها معها كيلة إلا ربع سكر. يعني أنا استعملت فنجان غير ربع، يعني فنجان ما كانش معمر كما لاحظتوا، نقصوا تقريبا هكذا إصبع. درنا مع هذاك السكر وبقيت نحرك فيها. حركنا هكذا شوية ومن بعد نضيف لها الحليب. عندي كيلو ونصف حليب، يعني فنجال ونصف. دائما خياتي نفكركم لا درتو بالكوب استعملوا كوب ونصف. انا استعملت فنجال ونصف لاني بديت بالفنجال نكمل بالفنجال. يعني لا كبرتوا كيل ديروا، كبرتوا يعني درتوا العبار بالكاس كملوا بالكاس. ديروا العبار اللي كان اللي حبيتوه نتوما. ونبقاو هكذا على نار قليله وحنا نحركوا فيها حتى ترجع لنا عجينه. وكنبقاو هكذا نحركوا فيها على نار قليله. شوفوا كيفاش راح تولي، مازال تزيد يعني تنشف حتى تولي عندنا القوام تاعها عجينه. خياتي على كل حال هذه الحلوى في باكستان والهند يديروا لها الهيل، ولكن خياتي كما نتوما على بالكم يعني الهيل حنا ما نستخدموش بزاف يعني في المطبخ. وكان ندير الهيل يعني كاين بزاف ناس ما يلقاوش الهيل، على بها درنا الفانيلا. اذا درتي الفانيلا غبره درناها في الاول كما لاحظتي. اذا كانت عندك فانيلا سائله خلي يعني في هذه اللحظه كي ديري الحليب ضيفي الفانيلا وتبقاي هكذا تحركي. شوفي القوام تاعها كيفاش راح يتبدل. ما زالت يعني الزيت تنشف حتى تولي عندنا كتله ونبقاو هكذا نحركوا فيها. شوفوا ولات عندنا عجينه، لانه انا المقلاة هذه ستانلس ستيل تلصق شويه، على بالكم تلاحظوا فيها لصقت لي مع الاحراف. اذا كانت عندكم مقلاة تاع تيفال ولا مش حتلصق كامل مع الاطراف، يعني حتوليكم عجينه. شوفوا كيفاش القوام تاعها رجعت جامده عجينه، ولكن ماشي يابسه بزاف حاجه. المهم يبان معكم باللي رجعت عجينه. اذا حبيتوا خيتي ديروها في صينيه وتقطعوها مربعات كما يديروا هما. هي الوصفه الاصليه ديروها في صينيه وما يقطعوها مربعات، ولكن انا حبيت هكذا نديرها في هذا المول تاع السيليكون، تعطيني شكل شباب وتكون هكذا مقطعه يعني جاهزه، تكون هكذا قطع صغيره تكون شابه. اذا حبيتوا كديروها حلوه يعني تعطوها للاطفال كي يروحوا هكذا للمدرسه يدوها معاهم راح تعجبهم بزاف. ولا ديروها هكذا تستقبلوا بها ضيوفكم، يعني هكذا تقدموها قطع صغيره راح بزاف تعجبهم. يعني حلوه اللي تكون مخدومه في المنزل على عينك بيدك، يعني كل حاجه انت كي عارفه واش درتي فيها، ما فيها حتى ملونات، ما فيها حتى مواد حافظه. يعني كل حاجه انت خدمتي بها كما كنت لاحظوا خياتي. من بعد نزينوها. التزيين هنا هما يزينوها باللوز والبيستاش، ولكن انا كان عندي فقط البيستاش، ما حبيتش ندير لها الجوز
خفت نخسر لها كامل البنه تاعها تتبدل ما على باليش، فضلت ندير غير البيستاش فقط اكتفيت به. وانتم لا كان عندكم اللوز يعني ديروا شويه لوز وشويه بيستاش، ما كانش عندكم ديروا غير البيستاش، ما كانش عندكم كامل تقدروا تجوزوها غير بالكاوكاو ولا باللوز وحده. المهم تجربوها، وهي القوام تاع الحلوى هذه تجي بزاف بنينه. يعني كل ما كانت عندكم يعني حليب تاع الغبره او البودره اللحظه هذه يعني تكون عندكم نوعيتها جيده، راح تعطيكم حلوى بزاف بنينه. يعني الحليب بودرة يلعب دور يعني هو اللي حيعطيكم الجودة تاعو، هي راح تخرج يعني في الجودة تاع الحلوى. خليتها ارتاحت في الثلاجة حوالي ساعتين ورجعت ليها. شوفوا كيفاش حتكون مقطعة اشكال. اذا حبيتوا خيات هكذا تقلبوها وتعمروها بالشوكولا في هذوك الفتحات كما حبيتوا. هذوك الفتحات يعني تعمروهم بالشوكولا هكذايا نواغ ولا بلون كما حبيتوا، ولكن صدقوني هكذا قدموها كما هم يقدموها هكذايا. ولا حبيتوا تزيدوا ديروها يعني ديروا لها اللوز كيما هكذا دوك الفتحة، يعني اللي حبيتوا تعمروها بالشوكولا ولا حبيتوا تخلوها هكذاك يعني هما يقدموها هكذا. كي نقسمها معاكم شوفوها يعني ماشي يابسة معلكة كيما يقولوا، في نفس الوقت يعني ماشي مش تلقاوهاش رملة. كي تحطوا في فمكم تلقاو هاد الذوق. حلوة بزاف سهلة اقتصادية وفي نفس الوقت بزاف بنينة. الا ولادكم ما يشربوش الحليب عوضوهم بذي الحلوى لانه راهي معمرة كامل بالحليب. نتمنى خياتي باش تعجبكم الوصفة، اذا عجبتكم ما تنسونيش بالاعجاب اشتراك. تهلاو في روحكم، مع السلامة.